النهاردة هنعمل مع بعض فرايد تشيكن بالطعم اللي يخليكوا تدمنوه. جهزوا نفسك لتجربة ولا أروع، لأن السر مش بس في الخلطة، السر في كل خطوة هنعملها مع بعض عشان يطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي، مقرمشة من بره وطرية وناعمة من جوه. النهاردة هنعرف مع بعض سر الوصفة. يلا نبدأ. انا هبه ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ادخلي قائمة المحتوى قوليلي رايك في التعليقات، ولو في وصفات تاني عايزين نعملها اكتبولي في التعليقات ونعملها بطريقه ولا اسهل. يلا نبدا على طول. معانا الفرختين بتوعنا، دول فرختين كل فرخه في كيس، واتقطعت الفرخه على 10 قطع. الجزء اللي من تحت دبوس وورك، والجزء اللي من فوق الصدر على 4 حتت، وبناخد الجناح مع حتة من الصدر، ويبقى كده الفرخة عبارة عن 10 حتت. بنحطها في محلول النقع لمدة يوم بليلة، يعني بنسيبه من بالليل لغاية ما هنبدأ نشتغل فيه. المحلول النقع عبارة عن مية، ليمون، عصير ليمون كتير، 3 4 ليمونات حلوين يعني، ملح وفلفل، جنزبيل وقرفة. وبعد كده بنحطه في كيس تلاجة ونقفل عليه كويس قوي علشان الفراخ تشرب من التتبيلة بتاعتها. بنفتح كمان كل جزء بنفتحه كده بالسكينة علشان خاطر يدخل التتبيلة لغاية جوه. وانا حطيت في التتبيله كمان شطه، معلقه كبيره شطه، لو انت عايزاها فيها سنه سبايسي، يعني هي مش هتاثر قوي على الطعم، لكن يعني مش هتخليه حراق. بعد كده هنعمل بنشيل الفراخ في كيس التلاجة وبنقفل عليه ليلة كاملة من بالليل لغاية ما هنبدأ نشتغل فيه. دلوقتي هنعمل الكول سلو، السلطة اللي هي معشوقة الجماهير. هنعمل اول حاجة اللي هو اللي في الخلاط ده، عبارة عن الصوص اللي بيتحط فيه الجزر والكابوتشي والبصلاية الصغير. الصوص ده عبارة عن ايه؟ اللي هو يعني صوص احلى من المايونيز. عبارة عن كوباية لبن وكوباية زبادي وكوباية زيت بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها اللبن. اللبن يبقى ساقع والزيت يبقى متلج طالع من الفريزر، يعني ممكن يقعد ساعة في الفريزر. وبعد كده بنحط كوباية اللبن على كوباية الزبادي على كوباية الزيت، معلقة خل كبيرة، معلقتين كبار عسل نحل، نص معلقة مستردة. وبعد كده بنضربهم في الخلاط كويس قوي، بنضيف لهم معلقة خل ودي ضروري. وبعد كده بنضربهم لغاية ما القوام يبقى سميك. خلاص بندوقه، لو احتاج سكر تاني ممكن نضيف نص معلقة سكر او معلقة عسل نحل، وممكن نستبدل العسل اصلا بسكر ونحط بدل معلقتين العسل معلقة سكر. بعد كده بنحط عليها الجزر والكابوتشي والمعلقة صغيرة بصل، بصلاية يعني المعلقة ما تزيدش عن معلقة. وبعد كده بنغطيه بستريتش راب ونشيله في التلاجة علشان الكول سلو لازم يعتق في التلاجة عشان يطلع معانا بالطعم بتاع الجاهز. ويلا بينا على الريزو. طبعا الريزو من الاصناف اللي هي مطلوبة في عند التشيكن فرايد، يعني اللي بيطلب تشيكن فرايد بيطلب معاه رز الريزو. هنعمله النهاردة بأبسط طريقة. معانا بصلاية كبيرة وهنديها تشويحة في معلقة كبيرة زبدة، وبعد كده هنضيف التوابل، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة قرفة، ملح وفلفل. والسر بتاع كنتاكي اللي هو مكعبين مرقة دجاج ومعلقتين كبار صويا صوص، وده السر بتاع طعم الريزو بتاع كنتاكي. بعد كده هنطشهم بالمية ونسيبه الرز بعد لما طبعا يفلفل، نطشه بالمية، هنغطيه ونسيبه يفلفل. بعد كده ندخل على اهم حاجة، التتبيلة بتاعت الكنتاكي. معانا كيلو دقيق هننخله بالطريقة دي عشان لو في تكتلات. بعد كده هنضيف عليهم البهارات بتاعتنا، هكتبهم لكم في الكابشن.
تقريبا دول 11 بهار هنضيفهم في هكتبهم لكم بالتفصيل في الكابشن. بعد كده ده السر اللي انا ضفته في الاخر، ده السر بتاع كنتاكي، اللي هي معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره كريم شانتيه. الكريم شانتيه خام يا جماعه. معلقه بيكنج باودر، يبقى معلقه نشا، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه كبيره لبن بودره، ومعلقه كبيره كريم شانتيه خام يا جماعه. بعد كده بنحطهم في الدقيق الفراخ بعد لما صفيناها خالص من الميه، بنديها 10 تقليبات. بعد كده معانا ميه متلجه، لازم تكون متلجه، بنحط فيها الفراخ بتاعتنا بعد لما اديناها التقليبه الاولانيه في الدقيق 10 مرات، بنحطها ثواني في الميه المتلجه، بعدين بنديها تقليبه تاني في الدقيق حوالي 10 مرات برضو، وبعد كده بنرفع الفراخ من الميه المتلجه، ونفضل برضو نديهم حوالي 10 تقليبات بالشكل ده. يعني عملنا الحركه دي مرتين. خلاص مع المي بعد المية المتلجة عملناها مرتين. بعد كده بنجيب المنخل ونصفي عليه الدقيق اللي زايد كده. اول ما نعمل الحركة دي يطلع معانا القشرة اللي من بره المخرفشة بتاعة الدجاج البروست. خلاص هنكون في الوقت ده محضرين ده البريستو، طريقة التسوية هسويه في البريستو هحط عليه بعد لما يسخن خالص الزيت، هحط عليه الفراخ وهغطيه حوالي 6 دقايق. بغطي 6 دقايق. ده الجزء التاني من الفراخ بعمله اهو. بعد لما بيتصفى بعمله في الدقيق اول مرة 10 مرات تقليب كده 10 مرات. بعد كده بحطه في المية المتلجة حوالي 3 ثواني، 1 2 3، وبرفعه على طول. خلاص يعني مش بستنى لهم في المية. وبعدين بديهم تقليبات 10 تقليبات تاني في الدقيق. خلاص وبعد كده بحطه تاني في المية الساقعة المتلجة، وبعد كده بحطه برضو تاني في الدقيق واديله تقليبات برضو من تحت لفوق كده 10 تقليبات من تحت لفوق من تحت لفوق من تحت لفوق كده 10 مرات. تمام. وبعد كده بحطه في المنخل علشان انزل الدقيق اللي زايد ويطلع معانا الطبقة المخرفشة اللي هي بتاعة الدجاج البروست. خلاص طريقة التسوية يا جماعة مهمة جدا. هسوي في البريستو عشان البريستو يسويها لي كويس من جوه ويديها طرية، وبعد كده تقرمش من بره. الزيت يبقى مغلي كويس قوي، بحط فيه الفراخ وبعد كده بقفل عليه البريستو حوالي 6 دقايق. بقفل على البريستو حوالي 6 دقايق وبعدين برفع. طيب الدجاج البروست نفسه بياخد قد ايه سوا؟ بياخد حوالي 15 دقيقة، واحسبيها 15 دقيقة منها 6 دقايق واحنا مغطيينها، وبعد كده بنرفع الغطا. طب بنرفع الغطا ليه؟ عشان يدي قرمشة. ليه؟ قفلة الغطا بتاعت البريستو هيخلي القشرة اللي من بره دي طرية. يبقى بنديه 6 دقايق بالغطا، وبعد كده بقية ال15 دقيقة بديهم والغطا مفتوح عشان تدينا القرمشة من بره. ركزوا يا جماعة معايا لو سمحتوا في حكاية التسوية. تاني حاجة مهمة عشان تدينا تبقى الطبقة من بره دي مقرمشة كده وحلوة، ان احنا بنرفعه على شبكة، مش برفعه على مناديل، عشان المناديل بتطري القشرة اللي من بره. وبخلي القطع بعيدة عن بعض عشان لما القطع تبقى نطلعها وهي جنب بعض بتطري بعض. يبقى بنرفعها على شبكة وبنبعدهم عن بعض. بتاخد التسوية 15 دقيقة ويطلع معاكي بالجمال ده. تخيلي الصينية الجميلة دي عملناها بقد ايه تكلفة، ولو جبناها من بره هتبقى بقد ايه تكلفة. انت احسبيها وقرري هتعملي انت الجمال ده في البيت ولا هتروحي بره تشتريه تاني. شايفين اللحمة من جوه بيضة ونضيفة ازاي؟ جميلة جدا وناعمة جدا. جربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وفضلا وليس أمرا لايك وشير
وسبسكرايب للقناة عشان انت تستفادي وغيرك يستفاد. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.